كابتن شريف أشرف مؤسس بايكرز الهضبة. النهارده الجمعة مفروض في كايرو يونايتد بايك، عبارة عن مجموعة جروبات عاملين كوميونتي أو اتحاد مصغر. مشارك معنا 9 جروبات. هدفنا ان احنا نحسن صورة البايكرز في مصر، ان احنا ننشر السلام، ان احنا نخلي كل الشباب وكل البنات عموما يركبوا بايكات، ان هي تبقى هواية جميلة. هي بالنسبة لنا هواية بغض النظر ان هي كوسيلة مواصلات، نتمنى ان هي تتعمم. زي ما قلت احنا هدفنا السلام، هدفنا ان احنا نعمل حاجة يكون شكلها حلو وشكلها كويس. الفكرة بدأت يعتبر من قبل رمضان بفترة بسيطة. مجموعة رؤساء جروبات قعدنا مع بعضينا، اقترحنا الاقتراح ان احنا نكون رابطة، نشوف الشكل العام، ان احنا بدل ما كل جروب لوحده وكل جروب مشتت، لا ان احنا نبقى مجموعة جروبات نمشي تحت قيادة واحدة تحت هدف واحد. يعني لحد دلوقتي الحمد لله الدنيا لذيذة والفكرة الحمد لله ناجحة، وان شاء الله الفترة اللي جاية هنعمل تطور كبير ان شاء الله في عالم الرياضة في مصر في مجال البايكات. احنا 9 جروبات، متوسط الجروب حوالي 20-30 بايك. طلعتوا كام طلعة لحد دلوقتي؟ هي دي تعتبر اول طلعة علينا، اول طلعة تجريبية، ان احنا يعني النهارده كده بنعلن ان احنا خلاص كايرو يونايتد بايك على الطريق الحمد لله، وبنعلن خلاص الجروبات المشاركة. خلاص ان شاء الله الفترة الجاية هنبقى موجودين كتير وهنتشاف كتير، وان شاء الله مش هنختفي، وان شاء الله هيبقى في حاجات كتير جدا لينا كبايكرز او البايكات او لمصر عموما. هنعمل حاجات كتير ان شاء الله تفيدنا وتفيد الدولة. نفسنا ان احنا نتحب، يعني هي للاسف منظومة البايكرز او قائدي الدراجة النارية في مصر للاسف متاخده غلط، متشافه غلط. فاحنا نفسنا ان احنا نحسن الصوره دي، نفسنا ان احنا نمثل مصر جوه مصر وبره مصر. في جروبات مننا بالفعل هي عامله كده، مثلت مصر هنا ومثلت مصر في ليبيا وفي دول عربيه ودول اجنبيه. فاحنا بنسعى ان الكل يشارك والكل يوصل والكل يحقق اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت ان الدوله تشوفنا ان احنا حاجه مشرفه ليها. احنا مدربين ان احنا نمشي باكتر من اسلوب علشان خاطر ان احنا نتفادى المشاكل، نتفادى الحوادث، نبقى ممهدين للطرق بتاعتنا، لان في طرق ممهده وطرق غير ممهده. احنا الحمد لله بنقدر نمشي حر، بنقدر نمشي فورميشن، بنقدر نمشي فورميشن اكتر من شكل كمان مش شكل واحد. الحمد لله عندنا تيم كامل، صيانه، تيم انقاذ، تيم مؤسسين اللي هم بيمشوا يوجهونا ويوجهوا الفورميشن كامل. بيبقى السوبرات عندنا ناس بتفتح لنا الطريق وناس بتقفل الطريق اللي هو البلوكر اللي ورا، والناس اللي هي السويب اللي قدام. فمعانا تيم كامل يعتبر مكتمل من كل كافة شيء. الحمد لله ان احنا ممهدين ومنسقين نفسنا ان احنا نقدر نمشي بأريحية ونمشي. الطلعة بتاعت النهارده الحمد لله احنا ما واجهناش اي سلبيات. كل الناس الحمد لله اللي متواجده معانا النهارده فاهمه يعني ايه قياده الدراجه الناريه، فاهمه يعني ايه ان هي تسوق في وسط عدد كبير. الحمد لله اليوم كان متنسق كويس جدا من خلالنا ومن خلال الجروبات المشاركه ومن خلال السوبرات اللي طلعت. احنا عاملين جروب لينا كلنا كاتحاد او لينا كلنا كمجموعات، من كل تيم طلع 2-3 محطوط في الجروب، من الجروبات كلها يعتبر عشان خاطر ان انتشار الفكره، توسع الفكره، في نفس الوقت عشان خاطر ان احنا ناخد من خبرات بعض. يعتبروا كلهم هم بيساهموا بينهم وبين بعض، دي حاجه داخليه ممنوع ان احنا نتدخل فيها. اللي بيعرف يعمل حاجه كويس واسلوبه كويس بيعلم غيره، وبالفعل بيعلم الناس اللي ماشيه معانا على الطريق، وممكن يعلمنا احنا مش كبار على التعليم. احنا بالنسبه لنا جروب بايكرز الهضبه، اول حاجه لازم أن يكون معاك رخصه شخصيه، رقم 2 لازم أن يكون معاك بايك فوق ال 400 سي سي، رقم 3 طبعا البايك يكون مترخص، رقم 4 سيفتي، يعني اقل حاجه في السيفتي خوذه وجوانتي. دي الشروط الاساسيه ان لازم أن تكون عشان تنضم لينا كجروب. انا كابتن سلاف الحضري، مديره مدرسه. انا موجوده بقالي 12 سنه واعتبر من اول السيدات اللي كانت بتسوق في مصر. يعني حابه اعرف الاتحاد والكايرو يونايتد بتاعتنا. احنا مجموعه من الجروبات كلهم ناس تعتبر ما بقالهاش كتير قوي في الكوميونتي، وعملنا هذا الترابط عشان خاطر نعرف نستمر، لان احنا موجودين بقالنا سنين كتير في هذه الكوميونتي، وبنحاول دايما ان احنا نخدم بلدنا عن طريق الهوايه بتاعتنا. بنعمل نشاطات اجتماعيه، وكنت حابه دايما ان بعد كده الناس اللي بيعملوا او حابين ان هم يتشرفوا
بالهوايه دي، اكون دايما يعني واجهه مشرفه للبايكر الليدي المصريه في مصر. لان زي ما احنا عارفين في المجتمعات الغربيه ده شيء طبيعي بالنسبه لهم، انما احنا كمجتمع شرقي الموضوع مختلف شويه. فكنت دايما حابه ان انا احط انبوت في البصمه السيده المصريه اللي هي ممكن ترقص مراكز راقيه بالظبط كده، وتكون في نفس الوقت تمارس هذه الهوايه الخطره، لان هي من اخطر الهوايات. الهدف طبعا من الرابطه بتاعتنا ان احنا دايما نحاول نوجه الشباب اللي بيحبوا الهوايه دي انهم يسوقوا صح، وان هم يستخدموا هذه الهوايه في مجالات ممكن تخص البلد وتخص المجتمع، عشان ما يبقاش مجرد هواية وانا باخد موتوسيكلي وبطلع. لا، انا ممكن انظم احداث، ممكن احنا عملنا قبل كده حاجات كتيرة جدا جدا. انا شخصيا بحب دايما الجانب الخيري، ان انا دايما يعني اكون مع الايتام مثلا. احب ان انا مثلا لما يبقى في دار المعاقين، الناس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، احب دايما ان انا اشارك في الحاجات الخيرية. ومعظم الوقت ببقى دايما مستخبيه ورا الكاميرات، يعني ما بحبش ان انا اظهر كتير، عشان خاطر انا شايفه ان الموضوع مش مستاهل ان احنا بس كل الناس بيعرفوا مين الجنود المجهوله اللي بتحاول انها تساعد في بناء هذا المجتمع المحترم. في لو سيده مثلا وعايزه تشارك، لازم الاول تكون راحت المدرسه سواقه، ما ينفعش انها لم يسبق لها اي نوع من انواع السواقه لهذا العجلتين عشان خاطر تبقى موجوده. لازم الاول تاخد كورسات، تبتدي بسكوتر، وبعدين تبتدي تسوق يعني زي ما بيقولوا كده انجن اكبر، عشان تشوف التحكم بتاعها فيه. احنا ما بناخدش حد جديد غير لما يكون عنده على الاقل البيزس، اللي هو انها تبقى على الاقل ساقت مع مدرس او مدرسه. والحمد لله في مصر عندنا كتير سكولز بتعلم البايكرز، والستات كتير ما شاء الله بيروحوا للشغل بالبايكس بتاعتهم. ويا ريت نفضل كمجتمع دايما كده متفتحين، بحيث ان احنا ما نضايقش الناس دي في الشارع. احنا كلنا واحد، لان احنا نعتبر دايما عندنا شعار في الموتوسيكلات دايما ان احنا اخوه، ما بنفرش ما بين الجنس الانثوي والجنس الذكوري. خلاص احنا كلنا اخوه، بنساعد. لو اي حد مثلا عايز ينضم لاي مجموعه من المجموعات دي، لازم بيعدي باختبارات معينه، واحنا بنوجهه انه ياخد تمارين في حتت معينه. وفي نفس الوقت دايما احنا بنحافظ على ان اللي هم الناس اللي موجودين في الجروبات دايما تتمرن، عشان دايما احنا اللي يهمنا نحافظ على حياه الناس اصدقائنا. ده اهم من اي شيء. انا عادل غريب، اوبريشن مانجر شركه خدمات بتروليه. انا رود كابتن التيم كله على الطريق. رود كابتن بيكون مسؤول عن التيم كله من اول ما بنتحرك لحد ما بنوصل. احنا بندي بريف صغير كده بنتكلم فيه عن طريقه المشي، احنا هنمشي ازاي والفورميشن هيكون ماشي ازاي. والحمد لله احنا اتحركنا النهارده ووصلنا لاول مكان لينا في واحد محمد على طريق السخنه، وكان الطريق موفق بالنسبه لنا في التحرك والوصول الحمد لله. والله احنا بادئين بمسافه صغيره اللي هي ال100 كيلو، ان شاء الله الخطوات اللي جايه هتكون مسافات اكبر. ده بالنسبه لتيم كايرو يونايتد. انما لو هتكلم عن تايتنز كلاب اللي هو الجروب الرئيسي بتاعي، واحنا الحمد لله لسه راجعين في شهر 5، كنا في ليبيا مشاركين في حدث ليبيا السلام، اللي يعني منظم الحدث نادي المدرسة القديمة اولد سكول. والحدث كان برعاية الدكتور الصديق خليفة حفتر، واحنا طلعنا بالموتوسيكلات بتاعتنا من مصر لليبيا، حضرنا الايفنت كله واشتركنا في المسابقة الدولية راديو ليبيا، والحمد لله كان حدث مشرف جدا. واحنا كمصريين فخورين بان ليبيا عملت حدث زي ده وشاركنا فيه بشكل رائع جدا جدا الحمد لله. شكرا لاهرام موتو ان هم سمحوا لنا ان احنا نعرف نوجه رساله للمجتمع. الكوميونتي موجود من زمان جدا، بس احنا مجرد
continuity، يعني بنكمل الروابط اللي كانت موجودة عشان خاطر الشباب اللي عنده حماس يعرف يلاقي ناس توجهه بالطريقة الصح، من خلال اللبس ومن خلال السيفتي في الطريق ومن خلال الرولز والكود بتاع البايكرز، عشان خاطر ما يبقاش فيه حوادث وما يبقاش فيه يعني حاجات ممكن تبقى مش كويسة، وخاصة انها هواية خطرة جدا. انا حابب اشكر الاهرام اوتو على ان هي مغطية الحدث الجميل ده، وان هي بتشجع كل بايكر في القاهرة ان هو يشارك في الرابطة بتاعتنا كايرو يونايتد، اللي هي من اهدافها ان كل بايكر في القاهرة يكون بيمشي على الطريق بسلام وامان، ونكون كلنا متحدين مع بعض، ايدينا ايد واحدة.